السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز. هنعرف ازاي نفرمها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبدون اي مجهود، وكمان هنعرف ازاي تطلع معانا متماسكة وحجمها هيتضاعف كمان بعد التسوية، وهتطلع معاكي جميلة جدا. ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. واول حاجة معانا هنا نص كيلو من الرز، يكون مغسول ومتنشف عشان يتطحن معاكي كويس ويديكي نتيجة كويسة. حطيناه في الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط وطحناه وطلع بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ده. كل ما تطحنيه وهو مغسول بيكون افضل، لانه بيديكي النتيجة انعم بكتير من لما يكون مش مغسول. ومعانا ربطة من الكزبرة وبصلتين متوسطين، ومعانا 5 فصوص من الثوم هننزل بيهم في الكبه. ويا ريت يا حبايبي ما نحاولش ان احنا نقلل من الخضار اللي احنا مستخدمينه، لانه هو اللي بيسهل عمليه الفرم في الكبه واحنا بنعمل الكفته. ومعانا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه هننزل بيها كده. نزلنا بكل حاجه كده في الكبه، ما عادش معانا غير البهارات. والبهارات اللي موجوده معانا معلقه كبيره من الكزبره، نص معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والبابريكا، وبهارات لحمه هننزل بيهم بقى كده كلهم. ودلوقتي هنفرم اللحمة والخضار مع بعض الأول من غير الرز. وبعد ما نعمت معانا بالشكل اللي قدامك ده هننزل بالرز بقى اللي احنا طحنينه. الخضار معاكي هنا لو انت زودتيه مش هيضر معاكي في اي حاجة، بالعكس عندك هنا الرز مش منقوع، فبالتالي اي سوائل الخضار هينزلها الرز هيمتصها. ويا ريت يا امارات لو لسه مكملين معانا لحد هنا ما تنسوش تدعمونا باللايك. بالنسبه للي بيشوفنا لاول مره اتمنى ينورنا بالاشتراك. ودلوقتي احنا فرمنا بقى الرز اهوت مع اللحمه، هتتفرم معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. شايفه طالعه معانا ناعمه وجميله جدا. دلوقتي بقى هنقلبها كده ونصبعها. طلعت معانا كرة حلوه اهي، هنصبعها بقى كده مع بعض. العجينه ما شاء الله طالعه معانا جميله، ولا هتحتاج ان احنا نمسح ايدينا بمسحه زيت ولا اي حاجه خالص، هنشتغل على طول. وبص بقى يا مرايا، عشان صبع الكفته يطلع معاكي مظبوط ومتساوي، اول حاجه بتعمليه كوره كده، وبعد كده بتقومي عاملاه صباع كده مطول، بيطلع معاكي متساوي ومظبوط جدا اهو بالشكل اللي قدامك ده. وطبعا انت بتشكلي العجينه زي ما انت عايزه تعمليها كلها صوابع ماشي، عايزه تعملي كور وتعملي صوابع مفيش اي مشكله، كلها بتدي شكل جمالي في التقديم. انا بالنسبه لي هنا هعمل شويه مدورين وشويه صوابع. ودلوقتي بعد ما صبعنا كل كميه الكفته اللي موجوده معانا وعملتها بالشكل اللي قدامك ده، عملت جزء مدور كور كده وعملت جزء تاني صوابع. دلوقتي معانا الزيت بيسخن على النار، هنبدأ بقى نحمر الكفتة مع بعض. وطبعا قبل ما ننزل بالكفتة في الزيت لازم يكون الزيت معاكي سخن. ودلوقتي بعد ما حمرنا الكفتة كلها شايفين ما شاء الله واخدة لون جميل جدا، وفي نفس الوقت طالعة مقرمشة ومفيش حاجة منها شققت معانا اثناء التحمير ولا حاجة خالص، وطالعة متماسكة وجميلة جدا. المقادير بتاعتنا مظبوطة، فكل حاجة معانا طالعة مظبوطة. الطريقة اللي احنا عملنا بيها الكفتة دي طريقة ممتازة جدا وناجحة، هتخليكي تحبي تعملي الكفتة في اي وقت يطرق على بالك، مش شرط المناسبات. وكمان بعد ما حطيناها في التقلية مفيش حاجة منها اتهرت ولا اي حاجة خالص. شايفين الحجم بتاع الكفتة اتضاعف معانا، حجمها زاد معاكي. وكمان مع التسوية ما شاء الله طالعة كمان يعني مستوية وجميلة، ولا كمان اتهرت ولا سابت من بعضها ولا اي حاجة خالص. يفضل في عمايل الكفتة دايما لما تيجي تعمليها الرز بتاعها ما يكونش منقوع، هتلاقي حجمها بينفش بعد التسوية، وكمان مش هتتهري منك. يكفي ان انت عاملة الكفتة في البيت والادوات كلها قدامك نظيفة وكل حاجة قدامك نظيفة وبايديكي انت بتعمليها، فهتطلعي مستوى جميل جدا
وهتوفري على نفسك كل شوية ان انت تروحي بقى عند الجزار وتفرمي الكفتة وتفضلي واقفة مثلا طابور في المناسبات ولا الكلام ده كله. فالموضوع جميل جدا وموفر، وكمان هتطلعي من ايديكي شوية كفتة ملهمش مثيل في الطعم وفي النعومية، يعني حاجة كده ممتازة جدا، وريحتها كمان مميزة جدا. بجد الكفتة اللي احنا عملناها مع بعض ممتازة جدا، وان شاء الله اللي هيجربها هيحب انه يعملها على طول في البيت. ولو انت حابة ان انت تشوفي الطريقة اللي احنا بنسوي بيها الكفتة، انا هسيب لكم اللينك التسوية في الصندوق الوصف من تحت. انا كنت عملت كفتة قبل كده، ويعني كنت عاملة معاها رز بشعرية، ومن خلالها هتشوفوا الطريقة كاملة من الألف للياء.